بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى هنعمل معاكم أكلة اللهم بارك تحفة. أكلة جوكر بتنفع معانا في كل الأوقات، صيف شتاء بقى حر برد. أكلة جميلة جدا وكمان كل الأطفال والكبار بيحبوها. الأكلة معانا هو برام بسلة باللحم. معانا هنا اللهم بارك جبنا بصلاية كبيرة وقطعناها حتت صغيرة زي ما شفنا كده، ورق لوري، فلفل أسود، وحطينا معاها اللحمة هو زي ما حضرتك شايفة دوت حوالي كيلو الا ربع لحمة، او زي ما حضرتك عايزة. الكمية دي بقى بتاعتك انت. اللي الملح انا بحطه في الاخر علشان طبعا لازم الملح في الاخر علشان سوى الحاجة يبقى مظبوط معاكي وما تغيبش معاكي في السوا. بعد ما تبلت معانا اللحمة بالبصل كده زي ما حضرتك شايفة، هنحط عليها هنضيف الجزر معانا. وبعدين بعد ما نضيف الجزر هنسيبها حوالي نص ساعة. سيبناها حوالي نص ساعة في التتبيلة دي تاكل مع بعض شوية. وبعدين حطينا البسلة بتاعتنا دي اللهم بارك. البسلة دي انا مفرزاها عندي، لو انت جايباها من بره مفيش مشكلة. طالما متفرزة لازم على طول انت هتقلبيها، هتطلعيها على طول تدخليها على النار، يا دوبك تتقلب وتحطي مقاديرك عليها وتخش النار. لكن لو بسلة خضراء عادي ممكن تنقعيها في التتبيلة مع اللحمة، مفيش اي مشكلة. هنقلب كل الخامات مع بعض كده ونحاول ان احنا نمسك كله مع بعضه عشان ياخد طعم حلو كده، وكل حاجة ني في ني. اكلة بقى اللهم بارك. ده معانا كيلو طماطم، احنا ضربناه في الخلاط وبعدين صفيناه وحطيناه على البريم بتاعنا. والمادة الدهنية معاكي زي ما انت عايزة بقى. عايزة تحطي بقى معانا زبدة، انا هحط معاكي معلقتين سمنة جنة. كويسة جدا في الطبخ وبتدي طعم وريحة ونفس حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. عايزه تعمليه نباتي كده مفيش اي مشكله، ممكن ما تحطيش اي دهون. اللحمه اصلا حلوه ملبسه هتدي طعم معانا. تمام كده دخلناه الفرن على درجه حراره 220 لمده ساعه تقريبا. دلوقتي بقى معانا هنعمل معانا شويه رز بشعريه جنب البرام بتاعنا دوت. والاكله دي مش هتاخد معاكي وقت تحضير اكتر من نص ساعه تقريبا، والسوا بس واللهم بارك. بعد ساعة هتلاقي كل حاجة تمام واكلك زي الفل. لو انت بقى جاية من الشغل، لو انت مثلا مستعجلة، اكلة سريعة وجميلة. وكمان اكلة تحسي ان انت عملتي اكل، طبختي واكلتي، واكلة مغذية جدا لاطفالك لو في المدارس بقى تبقى حلوة اللهم بارك. وجبة غذائية كاملة. الجزر مفيد جدا والبسلة جميلة جدا. وكمان هنعمل معانا رز مصري اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. معانا هنا مقادير الرز المصري. حطيت كوباية شعرية كبيرة، عليها حطيت ورقتين لوري كده مع الزيت والسمنة. حطيت معلقة سمنة واحدة بس الاكتر في الرز بشعرية الزيت يبقى اكتر من السمنة، علشان بيدي صراحة بيخلي الرز معانا مفرفر مع الشعرية بيبقى حلو جدا. هنقلب معانا لحد ما يدي اللون قوام بني كده. دي حوالي 300 جرام شعرية. ال 300 او ربع كيلو يعني تعمليه هتحطي قد دوت حوالي 700 جرام رز. دول بقى على بعض يعني حوالي كيلو الشعرية على رز، بس انتي بتخلي التلت والتلتين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. التلت والتلتين دايما خليكي عشان رزك يطلع مظبوط. التلت والتلتين، التلت شعرية والتلتين رز. حطينا بقى الملح حسب الرغبة بتاعتك. وبعدين حطينا المية. انا ما بحطش مية بمعيار، انا يا جماعة بحط عنق المعلقة كده، وعنق المعلقة يكون اتغرس معايا في الحلة كده ومش باين. يبقى خلاص كده اللهم بارك انا رزي مظبوط على الشعر. تمام شفتي نفس المنظر ده كده. هتلاقي العنق بتاع المعلقة جوه المعلقة. ورقتين اللوري دول بيدوا نفس حلو قوي قوي معانا في الرز. وبعدين اللهم بارك اهو طلعت معانا اكلتنا البسله هي شايفين ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. البرام بقى ده ني في ني، يبقى بارد جدا على المعده ومفيد جدا جدا للاطفال. احسن ما تسبكي الحاجه البسله وتطبخيها تبقى تقيله والطعم مش بيبقى مسكر زي ما بتبقى برام كده.
عايزه بقى تضيفي اضافات عليه، مثلا كوسه، تضيفي فاصوليا، مفيش اي مشكله. لكن انا بحبها طبعا كده، بتبقى حلوه قوي قوي، ومسكر الجزر مع البسله بيدي طعم تحفه مع بعضه. ودي اكله جميله جدا، هتنفعك في رمضان، في اي عزومه.